بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناتكم مطبخ لمسات وفاء، وسعيدة دائما بلقياكم كما العادة. كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. وصفة اليوم عبارة عن حلوى بطبع الشهدة، كتجي لذيذة بزاف وبمكونات كتخليها لذيذة بزاف. كنتمنى تنال الرضا ديالكم، جربوها اكيد غتعجبكم. على بركة الله نبدأ باستعراض المقادير ثم الطريقة. كنحتاجو 250 غرام من الزبدة من اصل نباتي، مع قبيصة ديال الملحة، جوج ديال البيضات، كاس ديال الزنجلان محمر ومطحون، كاس ديال كاوكاو اولا الفول السوداني حتى هو البنات محمر ومطحون، كاس وربع ديال الزيت، كاس ديال السكر سنيده، واحد الخماره من وزن 8 غرام، واحد الساشيه ديال السكر الفاني، الساشيه ديال الفلون كراميل. انا هنا استعملت لي بالسكر ديالو، يمكن لكم انكم تستعملوا اللي ما فيهش السكر. وعندي الدقيق على حسب الخليط. بالنسبه للطريقه، كناخذوا الزبده ديالنا اللي مع قبيصه ديال الملحه ومعها السكر والفاني ديالنا والفلون كراميل. نمعكو هاد العناصر مزيان. من بعد كنضيفوا جوج ديال البيضات وكاس ديال الزيت وربع. من بعد كنضيفوا النواشف اللي هي كاوكاو والزنجلان ديالنا. وفي اخر مرحله كنضيفوا الدقيق وخماره. بالنسبه للقوام ديال العجينه، خاصها ما تلصقش لينا في اليد ديالنا. من اهم اسرار العجين د الحلوى انكم ما تزيدوش الدقيق دفعه واحده. بالنسبه للدقيق كنزيدو شويه بشويه، هذا هو المشكل اللي كيخلي العجين ديالنا كتفرتت وما كتبغيش تشكل كره. كندوزو نشكلو العجين ديالنا كرات. بالنسبه لهاد الكرات البنات الوزن ديالهم من 20 غرام حتى ل 23 غرام. باش كيسهل علينا اننا نشكلو هاد الكرات، اول حاجه كنوزنوهم وعاد كنشكلو منهم كرات. كنحطوا الحلوى ديالنا مباشره فوق الطاوه ديال الفران.
كناخذوا الطابع ديالنا كندوزوه في شويه ديال الدقيق وكنشكلوا الحلوه ديالنا بسهوله كتشكل. من بعد كندخلوا الحلوه ديالنا على عافيه مهيله البنات، ضروري انها تكون عافيه مهيله باش طيب لينا الحلوه ديالنا مزيان. ومن بعد كنشعلوا الفران من الفوق حتى كتحمر لينا الحلوه ديالنا وكتاخذ لينا واحد اللون ذهبي. الحلوه ديالنا من بعد ما طابت البنات كتاخذ لينا هذا اللون الذهبي، كتجي رائعه البنات وكتجي رائعه في الشكل وحتى في المذاق. كنتمنى تنال الرضا ديالكم. ممكن انكم تزينوها، ممكن انكم تخليوها بحال هكذا. انا هنا اختاريت انني نزينها بهذا التزيين اللي بسيط. كناخذوا الشكلاط الاسود وكندوبوه في حمام مائي. كنحاولوا ندخلوا النصف ديال الحلوه ديالنا للشكلاط ومن بعد كنحطوها فوق ورق الزبده. من بعد كنزينوها بواحد شويه ديال الكاوكاو كونكاسي، ممكن تزينوها باللي عندكم. كنتمنى الوصفه ديال اليوم انها تعجبكم.